متابعيني الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فطاير تنفع لغدا او عشاء، سهله وخفيفه وهشه. ده نص كيلو دقيق مع كوبايه زبادي مع بيضه، معلقه لبن بودر، معلقه بيكنج بودر، ومعلقه خميره فوريه. قلبتهم على بعض كده، عجنتهم شويه ميه. قبل ما اخلص ايدي من العجينه حطيت معلقتين زيت بالشكل ده، بقت العجينه معايا جميله كده وطريه. بعد كده طبعا عجنتها كويس، وبعدين هاخدها نصفين. يعني العجينه بالشكل ده هطلع منها 2 فطيره. غطيتها كويس واختمرت، وبعدين خدت رشه دقيق كده وبدات افرد العجينه. طبعا كده بعد ما استريحت وخدت وقتها نص ساعة تقريبا، بدأت افردها كده بالشكل ده. وكان عندي لحمة معصجة، عبارة عن لحمة مفرومة في بصل وفلفل، عصقتهم كويس، معلقة صلصة، تبلتهم بهارات، عندي ملح فلفل بابريكا، كمان ممكن نحط معلقة بهارات لحمة، ورشة جبنة موتزاريلا بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كده. وبعد كده طبعا حشيت العجينة وفردتها شوية كمان بعد ما انا حشيتها باللحمة، واخدتها معايا في صينية. وكمان شكلت الفطيرة التانية بالشكل ده، لحمة مفرومة، جبنة موتزاريلا في الصينية بالشكل ده، ودهنت وشهم. دخلتهم الفرن على درجة حرارة تقريبا 200 او 180 تبع درجة حرارة الفرن. قبل السوا بشوية خرجتهم ورشيتهم كمان جبنة موتزاريلا، وبقيوا معايا بالشكل اللذيذ ده. فطيرة هشة جدا وطعمها جميل. يعني كده ممكن احنا غدا عشاء مفيش مشكلة، طعمها رائع، وبالهنا والشفا اللي جرب.